يلا نعمل اسكالوب لحمه بتتبيله تجنن والطعم احلى كمان. بس طبعا زي ما اتعودنا، يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا بسرعه على الطريقه. اول حاجه هنحتاج نص كيلو بفتيك. بدات اخد قطعه وحطيتها بين كيس تلاجة وشاكوش المطبخ. بدات اخبط عليها بالشكل ده من جوه لبره، وده كده لسببين. اول حاجه ان انا بضمن التسويه، تاني سبب ان انا بكسر انسجه اللحمه علشان التتبيله تدخل كويس جدا جوه قطعه اللحم. هخلص كل الكميه بنفس الطريقه. انا كده خلصت كل الكميه. شايفين شرايح اللحمه عامله ازاي؟ دلوقتي انا بجهز التتبيله. هنحتاج ميه بصلايه متوسطه نزلت عليها بمعلقه صغيره من معجون الطماطم او صلصه الطماطم. التوابل اللي استخدمتها ملح وفلفل اسود والسبع بهارات وبابريكا وتوم باودر، واخر حاجه معلقتين خل وكبار. قلبت التتبيله كويس جدا. بدأت أنزل بقطع اللحم في التتبيلة وأتأكد إن التتبيلة غلفت كل قطع اللحم كويس جدا. هسيب البفتيك في التتبيلة مدة لا تقل عن 4 ساعات لو انتي مستعجلة. لو مش مستعجلة يبقى طبعا من قبلها بيوم يكون أحسن كمان، والطعم هيبقى أقوى معاكي. أنا هنا سبتها يوم كامل. أنا كده دلوقتي تاني يوم نقلت البفتيك في بولة أكبر ونزلت عليه ببيضة وعليها رشة فلفل أسود، ووزعت البيضة كويس جدا على البفتيك واتأكد إن كل قطع البفتيك اتوزع عليها البيض كويس. هسيبه بقى دلوقتي على جنب. وهنحتاج كمان معانا بقسماط نزلت عليه بمعلقه كبيره نشا، والتوابل اللي استخدمتها علشان ابهر البقسماط هو رشه ملح ورشه توم باودر. وقلبت الكلام ده كله كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده نزلت بقطعه البفتيك اغلفها كويس قوي بالبقسماط، وبكف ايدي اضغط كويس جدا، لان كده انا بدخل البقسماط جوه لحم البفتيك عشان ما يفكش في الزيت وهو بيتحمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اضغط، اهم حاجة ان انا اضغط كويس جدا، ده اللي هيخلي البقسماط ما يفكش مني في الزيت. سواء بعمل اسكالوب بانيه لحمة او اسكالوب بانيه فراخ او اي حاجة بتتحمر، اهم حاجة الضغط البقسماط، لان انا كده بدخل البقسماط جوه قطعة اللحم. وبقت معايا بالشكل ده. هعمل معاكم واحدة كمان عملت بيها الاول واحدة. ما تنسيش لو وصلتي معايا لهنا تعملي سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. وبعد كده انا هخلص كل الكمية بنفس الطريقة وبعد كده ارجع لكم. بعد ما خلصت كل الكمية رفعت طاسة على النار فيها زيت، واول ما سخن نزلت بقطعة البفتيك. النار تكون متوسطة لا عالية ولا هادية، لان النار لو هادية هيخلي الكفر الخارجي يفك منك في الزيت. واول ما تحمر وتاخد اللون الذهبي بقلبها الناحية التانية لحد ما تاخد من الناحية التانية برضو نفس اللون الذهبي المظبوط. بصفيها من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده اهم حاجة ان انا بخرجها على مصفى لحد ما تبرد تماما. بعد كده بنقلها على طبق زي ما انت عايزة، لان انا لو طلعتيها وهي سخنة على طبق على طول الكفر بتاعها من تحت ما بيبقاش في مكان للتهوية، بيبقى البخار فيه مكتوم فبيخلي الكفر من تحت بيفك منك على طول. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة وبرضو هطلعها في مصفى لحد ما تبرد تماما. وبعد كده نقلتها في طبق وطلعت معايا بالجمال ده. انا مش قادرة اقول لكم التتبيلة مخليها طعمه رهيب ازاي، مخليها طعمه مميز قوي. هيعجب كل اللي هيدوقه من ايدك وكمان هتسألك على الطريقة. وبس كده، دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم، تشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم يا حلوين في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. واخر حاجة ما تنسوش اللايك والشير.